إذا مشاهدينا الأوفياء على بركة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من المدينة القديمة، من مكان خروج فريق الوداد البيضاوي، التأسيس ديال فريق الوداد البيضاوي. هذا هو المكان اللي معروف في المدينة القديمة. اليوم الوداد البيضاوي اكيد اليوم لكل المغاربه اللي غادي يتابعوا كنتمناو التوفيق للفريق ديالنا الاحمر، كنتمناو ان شاء الله في هذا الكاس العالم للانديه بانه يحقق انتصار في هذه المقابله ديال اليوم. جماهير الوداديه امام منزل بن جلون، يعني مؤسس فريق الوداد البيضاوي، شاشه عملاقه اللي غادي يشاهدوا جميع متتبعين فريق الوداد البيضاوي. بطبيعه الحال غادي يشاهدوا المقابله ديال اليوم اللي غادي تكون اكيد وسط المدينه القديمه. شوفوا هذه الشاشه العملاقه حاليا اللي كاينه، اللي غادي تكون هذه الساحه هذه اللي غادي تهز عدد كبير ديال الجماهير الوداديه اكيد. ف عبدينا شوف اللي خرجني معايا. فاكيد اليوم مشاهدينا ومتتبعينا شفنا هذه الشاشه هذه العملاقه. اليوم المقابله اللي غادا تكون غتجمع بين فريق الوداد البيضاوي. اكيد اليوم هذه هي الساحه العملاقه اللي كنشوفوا مشاهدي، نشوفوا الشاشه العملاقه اللي كانت غتكون في هذه الساحه هذه. مشاهدينا اليوم هذا المكان اكيد غادي يعرف توافد عدد كبير ديال الجماهير الوداديه والمغربيه. شوف شي واحد اكيد. شوفوا ما شاء الله هذه الساحه هذه الكبيره اللي غادا تكون عدد كبير ديال الوداديين اللي غادي يكونوا هنا. هذه هي الشاشه العملاقه اكيد الكل، يعني اكيد اليوم غادي نشوفوا هذه المقابله هذه لجميع. عطيني واحد وانا في واحد ما خويا كثير واحد إذن مشاهدينا كي كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات، يعني شاشه عملاقه هنا بوسط مدينه الدار البيضاء اكيد اللي غيتفرجوا فيها جميع الوداديين وكذلك جميع المغاربه اللي غادي يتابعوا فريق الوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية. كنتمناو الفوز في هذه المقابله هذه اللي اليوم مقابله اللي غتكون اول مقابله ديال فريق الوداد البيضاوي. تشوفوا معنا هذه هي الشاشه العملاقه اللي دارت بوسط يعني امام منزل مؤسس الوداد البيضاوي. فكنتمناو التوفيق لفريقنا فريق الوداد البيضاوي في هذه المقابله هذه، وكنتمناو يكون عنده انتصار وان شاء الله يحققوا واحد الهدف من الاهداف اللي جميع الجماهير المغربيه كتطمح لها. فاكيد كنتمناو التوفيق مره اخرى ويكون انتصار ويستمروا في هذا كاس العالم للانديه. بطبيعه الحال الكل غادي يتابع هذه المقابله هذه اليوم اللي غادي تكون منقوله مباشره، وجميع المغاربه دائما غادي يتابعوا الفريق الاحمر لانه هو الممثل ديال جميع المدن المغربيه. بطبيعه الحال كنتمناو التوفيق للجميع وكذلك النصر باذن الله اخي اريح العلوي للكل، وان شاء الله علاش لا كيف ما جميع الفرق اللي كيشاركوا سواء المنتخب المغربي سواء نادي اخر، علاش لا المغاربه ان شاء الله يكونوا مشجعين الفريق الاحمر اللي هو فريق الوداد. كتشوفوا معنا يعني تزيينات في هذه الساحه هذه اكيد اللي كتشوفوا معنا. يعني مره اخرى كنتمناو الوداد
الانتصار في هذه المقابله، علاش لا ما يحقوش واحد الهدف ديالهم كذلك، وبانهم يمشيو حتى كيف كنقولوا الكاس النهايه، وكذلك نتسناو الانتصار ديالهم. اكيد اليوم الا كان بحكم بان اللاعبين بانهم عندهم واحد الروح ديال التفاهم وروح القتاليه ديال كره القدم، فاكيد راه غادي يكون الانتصار من الجانب ديالهم. اكيد كنشوفوا بان راه ما نساوش بان الفريق الخصم اكيد راه بانه فريق قوي، وفريق اللي معروف هو طبيعه الحال عالميا. فكنتمناو ما تكونش اخطاء يعني من لا من جهه اللاعبين او من جهه يعني كنتمناو ما يكونوش هذوك الاخطاء بطبيعه الحال باش الفريق يحقق واحد الانتصار. اذا مشاهدي قناه خيز بالعربي، نقلنا لكم من المدينه القديمه بوسط مدينه الدار البيضاء، شاشه عملاقه كي كتشاهدوا معنا في هذه اللحظات بالساحه امام مؤسس فريق الوداد البيضاوي. وغادي يتفرجوا فيها يعني الجمهور الودادي هنايا في هذه الساحه هذه الكبيره. اذا نختم معكم هذا المباشر، ونعود في بث مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.